انت هتروح الاستفتاء بتاع الدستور؟ بأمر الله. هتقول نعم ولا لا؟ هتقول نعم ان شاء الله. ليه هتقول نعم؟ والله عشان حال البلد نصلح حالها والجو يهدى. انت اصلا قريت الدستور؟ لا انا ما اعرفش اقرا اساسا. ليه حضرتك مؤيد ولا معارض للدستور؟ لا انا معارض للدستور. طب يعني هتقول لا؟ هقول لا طبعا. ولا هتقاطع؟ لا هقول لا. طب انت قريت الدستور اصلا؟ قريته بس مش كله حضرتك يعني. المواد اللي قريتها يعني كم مواد كده قريتها مش هي اللي ضايقتك المواد اللي انت قريتها دي. قول لي بس انت هتروح الاستفتاء ولا مش هتروح؟ ان شاء الله. هتقول نعم ولا لا؟ نعم. نعم يا عم. طب ليه هتقول نعم؟ اهو ايه؟ عشان البلد تستقر قول له كده. طب ثانية واحدة هجيلك دلوقتي. بجد والله تقول نعم ولا لا؟ ان شاء الله نقول نعم. تمام. ايوه ليه بقى تقول نعم؟ اهو. طب انت قريت الدستور الاول؟ اهو قريتهاش معاش نقرا. ايوه صورنا عم صور. طب امال هتقول نعم ليه لما انت ما قريتوش؟ هتقول نعم ليه؟ اهو ايه اللي اهو؟ ما زي ما الناس ماشيه هنصلي. ليه حضرتك هتروح الاستفتاء بتاع الدستور؟ ان شاء الله. هتروح يعني؟ هروح. هتقولي نعم ولا لا؟ لا هقول نعم. ليه هتقولي نعم؟ عشان حال البلد يمشي. احنا مش لاقيين ناكل بالاخر. تمام. ولا ده هيدينا ولا ده هيدينا، احنا عايزين البلد دي اللي تمشي عشان الحال يستقر بس. طب ايه علاقة انت تقولي نعم بان البلد تستقر؟ عشان انا شايفه ان البلد حالها واقف ومفيش شغل ولا في اي حاجه. لا في شغل. طب قولي لي بس حضرتك قريت الدستور؟ لا انا ما بعرفش اقرا، بس عيالي قالوا لي كويس. قول لي حضرتك هتقول نعم ولا لا للدستور؟ اقول لا. ليه حضرتك هتقول لا؟ لان في الغام في الدستور ده من جوه. ليه يركز كل الصلاحيات في ايد رئيس الجمهوريه؟ انا بكلمك بصراحه، باب الحريات مقفول. تمام. طب هو حضرتك اصلا قريت الدستور؟ نعم قريته 50 مره. 50 مره، وفي فقهاء وفي ناس اساس دساتير وكل الكلام ده كله. هتروح ولا لا؟ هروح. ليه؟ كده. ان شاء الله نعم. ليه هتقول نعم؟ لان الدين بتاعنا علمنا ازاي افرق بين الحلو والوحش. قال اذا مسكت اي شيء لقيت فيه منافعه اكتر من عيوبه يبقى ده كويس، اذا لقيت عيوبه اكتر من منافعه يبقى ده وحش. تمام. واللي انا شايفه الدستور انا قريته اكتر من مره. الحاجه اللي فيه كويسه اكتر من الوحش. هقول لا. ليه هتقول لا؟ يعني اكيد عشان الماده السادسه من الدستور. الماده السادسه من الدستور مزعلك في ايه الماده دي؟ مزعلان ان هو بيحسن قراراته طبعا، وان هو هيتدخل في شؤون القضاء تاني. مع ان هو وعد ان هو مش هيتدخل في القضاء ولا اي حاجه. تمام. انت اصلا قريت الدستور كله ولا هي الماده دي اللي زعلتك فما كملتش؟ لا بصراحه انا ما قريتوش كله، بس طبعا وصلت لغايه الماده دي فقفلت منه. انت زعلت من اول 6 مواد؟ طبعا من اول 6 مواد زعلت. مفيش اي بيانات بالمره. طب معلش قول لي انت هتقول نعم ولا هتقول لا؟ ولا لا ولا ليه بقى يعني انت ليه رافض الموضوع من اوله كده؟ انا رافض لان انا راجل ماليش ثواني بس، انت ايه؟ ماليش في المسؤوليات دي خالص. فانت منفض للقصه دي؟ ايوه منفض حتى من ايام عبد الناصر. طب انت ليه فاقد الامل قوي كده؟ اهو عشان انا ما باخدش حقي في الحياه. انا ما باخدش حقي في الحياه، يبقى اقول نعم لمين ولا اقول لا لمين؟ هقول نعم. ليه هتقول نعم؟ والله انا شايفه كده كل واحد ودماغه. دستور كل حاجه فيه عجباني. كل حاجه فيه عجباك؟ تمام. نحن عاوزين نرتاح، عاوزين نرتاح. تعبانين عاوزين نرتاح زي ما انت شايف الدنيا، عاوزين البلد تستقر. الناس على واقف. تمام. حضرتك هتروح الاستفتاء بتاع الدستور؟ ان شاء الله. هتقول نعم ولا لا؟ لا مش هقول نعم. هتقول نعم؟ لا. هتقول لا؟ ليه هتقول لا؟ ان الناس اللي متعلمين اكتر مني، قضاء ووكلاء نيابه والناس اللي تفهم في القانون تفهم في الحاجات دي كلها مش موافق. هقول لا. ليه هتقول لا؟ علشان انا قريت الدستور في كذا ماده مش عجباني. ايه المواد اللي مش عاجبه حضرتك؟ اول واحده بتاعت قناه السويس ان هو ما ذاكرينش عليها اي حاجه، والثانيه بتاعت اراضي سينا تمليك سينا. تمام. يعني دول المادتين اللي مش عاجبينك. فانت هتصوت على الدستور كله بلا؟ ايوه. تمام. الف شكر لحضرتك. الاستفتاء بتاع الدستور؟ لا مش هروح الاستفتاء. ايه؟ مش هروح طبعا. مش هتروح الاستفتاء اساسا؟ اساسا لا نعم ولا لا طبعا.
بسبب واحد، لان انا ما اعرفش حاجه دلوقتي. انا نزلت المواد حاجات كتيره نزلت، ومره واحده كده انا ما اعرفش عنهم اي حاجه. تمام. الحاجه الثانيه انت دلوقتي بتنزل دستور في فتره قليله، وعايزني مثلا اقول او لا عليها بحاجه انا ما اعرفهاش. لسه ما اعرفش عنها اي حاجه يعني. تمام. بس فعشان كده انا مش هروح يعني. في مواد كتير انا ما اعرفش عنها حاجه يعني، حتى لو عرفت برضه المفروض يبقى في مهله او في وقت معين يعني ان انا افهم الحاجه دي ايه يعني، وبعد كده اقدر اقول او لا. بس تمام. الف شكر لحضرتك. شكرا. ان شاء الله نعم. تمام. ليه بقى نعم؟ عشان في حاجات هتفيد بلدي وهتفيدني. طب انت قريت الدستور اصلا؟ قريت منه حاجات. تمام. اقول لا طبعا. ليه لا؟ لا ليه؟ الدستور الجديد ده مش دستور اصلا. اكترية الناس بتقول لك تقول نعم ونمشي العجله، مش ده الدستور اللي يخلي العجله تمشي. الدستور ده بيدي الحكومه اللي هم يقبضوا عليا او على اي حد 12 ساعه من غير ولا اكلم اهلي ولا اكلم محامي. تمام. هتقبض عليا 12 ساعه بتهمتين. قول لي حضرتك هتقول نعم ولا لا للدستور؟ انا مش رايح خالص. ليه مش هتروح خالص؟ مش عارف ايه بالظبط الدستور ولا كلام من ده. البلد بايظه، ولا عارفين نشتغل ولا عارفين نعمل حاجه، مش عارفين ندفع قسط العربيه. بس ده ايه علاقته ان حضرتك ما تروحش خالص يعني؟ طيب انا مش لاقي شغل، اروح اقول ايه؟ اقول لمين ولا اعمل لمين؟ يعني قصدي عليك ان ده هيبقى تضييع وقت انا تشتغل احسن يعني؟ اشتغل احسن طبعا. انا مش لاقي اجيب قسط العربيه. انا في يوم عملت 10 جنيه وخدت العربيه وروحت. طب ده مبلغ هايل قوي. قسط العربيه 1800 جنيه في الشهر. بس انت هتروح تقول نعم او لا، ده مش هتاخد 5 دقايق يعني. معلش، ما انا مش فاضي بقى. انا اروح اقول لمين نعم ولا؟ طب بامانه انت مش فاضي ولا مش مقتنع بالفكره من اساسها؟ مش مقتنع بالفكره اساسا. ليه بقى مش مقتنع؟ مش عارفين الصح فين لحد دلوقتي. تمام. الف شكر لحضرتك.